فين؟ اهو جاي اهو. هو فين؟ يا سحراتي دق الماء تحت الشباك، سمعنا وافضل غني لنا للفجر معاك. رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان. رمضان جانا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل ان شاء الله النهارده شويه بطاطس حلوين كده عشان سحور رمضان يا جماعه، وهنعمل افكار حلوه قوي في الفيديو ان شاء الله تعجبكم. هنعمل بطاطس وطعميه وفول وبتنجان ان شاء الله، حاجات حلوه قوي 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 هتنفعكم في سحور رمضان بامر الله. هنجيب الاول كده شويه بطاطس حلوين كده من السوق. البطاطس اليومين دول رخيصه جدا جدا جدا، الكيلو وربع ب10، وفي ناس تاني بتبيعها الاتنين ب15. عايزه اقول لك البطاطس حلوه قوي اليومين دول، ما فيهاش ميه كتير، وحلوه قوي لو هتفرزيها هتبقى معاكي في منتهى الجمال. جبت طبعا كميه البطاطس اللي انا عايزاها وغسلتها غسله محترمه زي ما انت شايفاها كده، وبدات اخرطها على حسب الصوابع اللي انا عايزاها، سمك الصباع على حسب براحتك انت، على حسب ذوقك انت. انا بحب البطاطس وسط، لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هبدا اقطع كل البطاطس بالطريقه اللي انت شايفاها دي، صوابع حلوه كده مليانه، يعني مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. تقدري تعملي كمان البطاطس اللي هي الحشو للعزومات والكلام ده. لو هتجيبي البطاطس الصغنطوطه الحلوه دي تخرميها من النص كده، تقوريها طويله حلوه وتعمليها تبقى معاكي حلوه زي الفل بامر الله. قطعت كل البطاطس اللي انت شايفاها دي كده بالطريقه دي، وجبت عليها شويه ميه مغليين وبدات انزل عليها بالشكل ده. انا مش هسلق خالص البطاطس يا جماعه، انا هحط شويه ميه مغليين بس لمده دقيقه واحده. خدي بالك لازم تكون دقيقه واحده، مش اكتر من دقيقه عشان ما تتهريش معاكي. وهبدا بسرعه على في الحوض في ميه جاريه طبعا في طبق كبير عميق. هبدا احط البطاطس بتاعتي، اشطفها شطفه واصفيها كويس، وارجع احطها كمان مره في طبق نظيف كده ما فيهاش اي ميه خالص ولا فيها اي حاجه، زي ما انت شايفاها بالطريقه اللي انت شايفاها قدامك دي حبيبه قلبي. هبدا اجيب بقى الزيت، مجرد ما الزيت يبدا معايا يسخن بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، همسك البطاطس هنزل بكميه محترمه كده، لا كتيره قوي ولا قليله قوي، يعني شويه صغيرين. وهبدا اول ما يعني بصي بالظبط دقيقتين وهتطلعي، سيبيها ما تسيبيهاش كتير في الزيت، لان احنا مش عايزينها تستوي، احنا يا دوب بس دقيقتين وهنطلع. وهنجيب صينيه كبيره خالص عشان نفرط عليها البطاطس يا جماعه، مهم جدا تصفيها حلو من الزيت. وهتجيبي صينيه وورق كبير كده زي ما انت شايفه، لو عندك ورق كراسه ولا حاجه بتاع كراسة الرسم بتاع الولاد والكلام ده، هتبداي تفرغي كده عليها البطاطس، هتطلعيهم وهتصفيه وهتفرطي. مهم جدا ان انت تبعدي كل بطاطسايه عن التانية، ما تحطيش بطاطسايه فوق بطاطسايه، وسيبيها تبرد تماما يا جماعه. ما تسيبوهاش في الزيت كتير، وما تسيبوهاش تاخد معاكي لون ولا الكلام ده. اهي شايفه تبداي تفرطي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، ما تسيبوهمش فوق بعض عشان ما تلزقش في بعض. طبعا خلصت كل الكميه خالص زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. وجبت طبعا اكياس بلاستيك، وبدات هنا في صينيه. كيس البلاستيك بعد ما بردت تماما يا جماعه، مهم جدا تسيبيها تبرد خالص خالص. وهجيب صينيه اللي انا احط في الفريزر فيها، انا على حسب المكان عندي. انا جبت الصينيه المدوره دي، حطيت في القاع تحت الصينيه اللهم صل على سيدنا النبي كيس، وحطيت عليها البطاطس وبدات اعملها رقات زي ما انت شايفه كده. وهبدا ادخلها التلاجة بامر الله، هتطلع معاكي زي العسل زي ما انت شايفه كده، مفرطه من عن بعضها. وسكر يا جماعه، عايزه اقول لكم حلوه قوي. وطبعا انا جربتها معاكم في اول الفيديو، وريتها لكم قد ايه هي حلوه ومقرمشه وطالعه سكر سكر سكر. طبعا يا ست الكل لازم تعملي الطريقه دي، حلوه قوي قوي لسحور رمضان، هتنفعك جدا في سحور رمضان. البطاطس رخيصه، لو عندك مكان ومساحه حلوه ان شاء الله كده في الفريزر، عندك الخير كله يا رب، تقدري تجيبي كميه محترمه وتعمليها بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عملت الكميه دي، عجبت ولادي جدا جدا جدا، وان شاء الله مش هستغنى عنها يعني. تمام بالشكل اللي شايفينه ده. هطلع كل بقى اللي انا فرزته كله، واجي احطه كده في الاكياس واحطه في الفريزر، وقت ما احتاج هاجي مطلعه. التجربه بقى دي اللي انا وريتها لك في اول الفيديو معانا اهي، دي تجربه عملي يا جماعه. من بعد ما البطاطس دخلت الفريزر وطلعت، قعدت ليله كامله، بدات اهي شايفه جمالها. عايزه اقول لك محرمشه ومقرمشه وجميله جميله جميله. يا دوب بس نزلت في الزيت خدت لون، طلعت بقت سكر. والله يا جماعه عجبت ولادي جدا جدا، وقالوا لي حلوه قوي يا ماما اعمليها لنا على طول. الف انا وشفا على قلوبكم جميعا.
اهي شايفه مقرمشه من جوه وطريه وزي السكر من جوه. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها. البطاطس رخيصه جدا اليومين دول، يا مكترها يا مرخصها والله يا جماعه. هنخش بقى نعمل ايه بقى؟ شويه طعميه محترمين. الطعميه غاليه بره جدا ومش نظيفه طبعا، يعني ربنا يرزق الجميع. انا مش بضمن اي نظافه بره يا جماعه، انا بحب اعمل كل حاجه في بيتي. انا بجيب الفول المدشوش، جبت نص كيلو فول مدشوش وحزمه خضره زي ما انت شايفه كده، كزبره او بقدونس. بصي انا بحب اعملها بالكزبره. انا جبت الكزبره، جبت حزمه واحده، وجبت نص كيلو فول مدشوش، غسلته غسله حلوه وبليته من بالليل، والصبح بدات ايه اضربه في الكبه زي ما انت شايفه كده. حطيت عليه الحزمه واحده بس كزبره، تمام، وعليهم بصله متوسطه وفصين توم. عايزه تحطي توم حطي، ما هتحطيش براحتك. بس بيبقى طعمه حلو يا جماعه، تمام كده. وتحطي رشه الملح طبعا، ما فيش اكتر من كده، ما تحطيش بهارات ولا اي حاجه، هي رشه ملح بس. بيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله كميه محترمه جدا. عايزه اقول لك بره الكيس يعملوا 20-30 جنيه. عايزه اقول لك ان انت هتعملي من نص كيلو طعميه اللهم بارك، حاجه كميه كبيره وحاجه زي الفل، نظيفه ضامنه نظافتها وجمالها بايه، بايديك انت عاملاها. وتبداي تعبي بقى كده بسم الله ما شاء الله، هترمي معاكي كميه حلوه بامر الله، حلوه قوي، هتعجبك ان شاء الله. الطريقه بتاعتي دي حلوه قوي يا جماعه. زي ما قلت لك هيبقى نص كيلو فول مدشوش وحزمه كزبره او بقدونس زي ما انت عايزه، وتطلع معاكي زي الفل، تمام كده. هنخش بقى نعمل ايه تاني؟ هنعمل فول لسحور رمضان. الفول يا جماعه لسحور رمضان هنجيب بقى الفول البلدي والفول المدشوش، همسكهم كده بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل ايه بقى؟ هغسلهم غسله حلوه وهبلهم برضو من بالليل. وهستخدم معاهم ايه؟ هستخدم معاهم كوبايه طماطم وبابريكا. مش عايزه تحطي بابريكا ما تحطيش، بس هي الطماطم بتقوم بالغرض يعني، ونص ليمونه. عايزه اقولك بيطلع كهرمان وزي السكر والله يا جماعه، كانه جاي من بره. هتجيبي طبعا الفول هتحطيه في حله كده، وتحطي عليه عصره الليمونه، وتحطي معلقه بابريكا كده، وتحطي عليها كوبايه الطماطم التقيله الخام المعصوره، كوبايه تقيله خالص يا جماعه معصوره. هتجيبي حوالي 3-4 طماطميات كبار كده حلوين، تضربيهم ضربه حلوه وتحطيهم عليهم، وتحطي عليها كميه ميه محترمه تغطي بيها الوش خالص، وتبداي تحطيها على البوتاجاز. مجرد ما تغلي معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، شايفه بسم الله ما شاء الله لونها كهرماني وعسل ازاي، تبداي توطي. وبعد ما توطي تسيبيها بقى مثلا لمده شمعه، لمده ساعه ولا ساعتين 3 كده يا جماعه، تطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه كده، طالع زبده بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك حلوه قوي قوي. هبدا برضو طبعا انا هحطه في اكياس، بس بعد ما يبرد يا جماعه، سيبيه يبرد تماما، ما تحطوش في الاكياس خالص وهو سخن. اي حاجه بتحطي سخنه في الاكياس دي غلط طبعا. هسيبه يبرد كده واجي حاطاه في الاكياس بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. عايزه اقولك كيس الفول برضو بره يعملوا 10 جنيه والله، وما ياكل فردين على بعض. عايزه يعني اهو شايفه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. عملت طبعا كل الكميه اللي انت شايفاها دي، وطبعا هنفرزها ان شاء الله في الفريزر. كمان معانا بامر الله البتنجان المخلل اللي لا غنى عنه في رمضان. بجيب بقى البتنجان العروس الجميل ده، وهعمل الخلطه الحلوه دي. هعمل طبعا خل وكمون وليمون وشويه شطه وشويه بابريكا وشويه هريسه شطه حمرا على خضرا، وكمان بابريكا انا حطيتها اهي طبعا، وشويه خل طبعا وليمون والكلام ده، تمام. تطلع معاكي شويه بتنجان مخلل فوق الوصف. انا بحب اعمل البتنجانه على 3 بالشكل ده. انت عايزه تعملي البتنجانه بالطول كده زي ما انت عايزه براحتك. انا بحب اجيب البتنجان الكبير الطويل التخين اللي ده بيبقى كله لحم من جوه زي ما انت شايفه كده، بيبقى تحفه يا جماعه، بيبقى مليان لحم وبيبقى مسكر وزي العسل. بقطع البتنجانه على 3 وابدا اعملها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هقليها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وهبدا انزل بسم الله ما شاء الله في الخلطه. هيطلع شويه بتنجان تحفه وعسل عسل. بس انزل في الدقه اللي انا عملتها دي في الصوص الجميل ده كده، واغطس يمين وشمال وادخل من جوه طبعا عشان تتطعم كلها من بره ومن جوه. وهبدا احطها في علبه يا جماعه. هتجيبي